بعد الإعلان على اللائحة الأولية ديال المنتخب الوطني، الجمهور المغربي كامل كان كيهضر على لاعب عنده لمسة سحرية، لاعب الكرة كتبان عنده سهلة وكيقدر يقلب أي ماتش في ثانية واحدة. نعم، إنه سفيان بوفال. ولكن الحياة الكروية ما كتكونش ديما سهلة، الإصابات والغيابات وحتى الانتقادات، حتى الناس بدات كتقول واش بوفال سالا، واش ما بقاش عنده بلاصة في المنتخب. لكن الأبطال الحقيقيين ما كيسالوش بسهولة. وسط الصمت كان بوفال خدام، كيتدرب وكيتقاتل وكيستنى اللحظة اللي يرجع فيها يلبس القميص ديال المنتخب الوطني من جديد، القميص اللي أي لاعب مغربي كيموت عليه. وفجأة جاء الإعلان الرسمي، سفيان بوفال رجع للائحة ديال المنتخب الوطني. الجماهير المغربية تقسمات بين الفرح والفضول، واش غادي يرجع بوفال ديال مونديال قطر، واش غادي نشوفوا المراوغات والسحر من جديد. ولكن اللي كيعرف بوفال كيعرف اللي هذا اللاعب ما كيلعبش غير برجليه، كيلعب بالقلب. كل لمسة ديالو عندها معنى، كل مراوغة كتخلي المدافعين يتلفوا، وكل دخول ديالو للملعب كيخلق الحماس في التيران كامل. العودة ديال بوفال ماشي غير عودة لاعب، هاد العودة رسالة ان الموهبة الحقيقية عمرها كتموت، وان اسود الاطلس محتاجين لكل محارب يقدر يعطي الاضافة. واليوم الجمهور كيتسنى يشوف واش بوفال غادي يرجع بقوه، واش يقدر يصنع الفارق في المباريات الجايه. حاجه وحده مؤكده، ملي كيلبس بوفال التوني المنتخب كيرجع السحر للملاعب. عوده بوفال ماشي مجرد خبر، بل عوده فنان الى مسرح الاسود. تهلاو.